السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، على اشرف خلق الله. ربنا ي... ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب الرضا، اللهم امين. النهارده باذن الله هنعمل معاكم الفايش والفايش المرجوج. ده شكل الفايش اللي احنا هنعمله معاكم. بسم الله ما شاء الله عليه، جميل جدا وطري وهش وزي السفنجة من جوه. بسم الله ما شاء الله عليه. احنا العيال يعني كانوا فرحانين جدا جدا بالرجاء الفايش دوا. هما كانوا مرة يقولوا لنا يا أم عملنا فايش، وده لأولاد سلايفي. ف كانوا اول ما طلعنا اول صينيه كانت سخنه جدا، كانوا دايرين بالصحون يعني وعايزين كل واحد ياخد شويه. هنا يوسف ابني ما يسلم عليكم ويقول لكم ما يقول لكم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقول لكم اعملوا لايك الماما. زي ما انتم شايفين كده، احنا كنا هنفطر، حطيت لهم جبنه وكان عندنا لبن. ربنا يا رب يزيد ويبارك في الخيار، اللهم امين. كانوا ما يفطر، هم ما كانوش غير قرصه واحده يا ولاد، يعني مش ما كانوش ده كله. وكنا واحده جيراننا كانت جايبه لنا بسكوت، يعني حطيت لهم معاهم. انا هنا جبت الدقيق وهنخله كويس معاكم زي ما انتم شايفين كده. هنخل الدقيق معاكم. لازم قبل ما تعمل اي حاجه لازم تنخل الدقيق، عشان خاطر ممكن يبقى في غبار او اي حاجه انت مش شايفاها، فعشان ما تنزلش في انا كنت بصور نفسي، كنت عامله يعني الكاميرا مفتوحه، فلقيتها مش مفتوحه وانا بحط المكونات. انا هقول لكم انا حطيت ايه. حطيت حوالي كيلو لبن. آه، كيلو لبن، وحطيت مج سكر. المج ده هتشوفوه في الفيديو في اخر العجين يعني. هوريكم شكل المج اللي انا حطيت بيه. حطيت مج سكر ومج سمن. وحطيت ب2 جنيه خميرة. اهم حاجة الخميرة، ب2 جنيه خميرة بيرة. وحطيت مج سمن ومج سكر وكيلو لبن. وطبعا اضيف شوية مية على حسب عد ما يلم معايا. هنا حطيت كيس بيكنج باودر، يعني الكيس البيكنج باودر ده تخلطيه على الدقيق، وهتحط ب2 جنيه خميرة وده حبة الزيت اللي بتحطيها عشان تخلي العجينة تخلع معاكي وتتساوى معاكي وتبقى حلوة. انا هنا بحط حوالي معلقتين ملح. طبعا احنا مش بنحبه محلي اللي هو يسوخ الروح ولا حاجة حاجة يعني. فبحط معلقتين ملح. وكنت حاطه حوالي مج سكر زي المج ده. انا بوريكم شكل المج، يعني انا مش ما حطيتوش دلوقتي، انا حطيته في اللبن ودوبته. وحطيت بالمج اللي انتوا شفتوه دوا مج سمن، مج سمن ومج لبن. و... وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حطينا ب2 جنيه خميره وتعجنيها كويس. لازم تعجنيها كويس لحد ما تطبعيها وتلقاها خلعت من ايدك. هتعرف العجينه ازاي اتعجنت معاكي وبقت كويسه؟ تلقاها خلعت من ايدك زي ما انت شايفه بالشكل ده. وكمان الماده الدهنيه اللي انت حطيتيها وانت بتعجني بتخليها تخلع من ايدك وتطبع معاكي كويس. طبعا انت هتسيبيها ده في الشتاء. طبعا احنا كنا عاملين كميه يعني عجين كبيره شويه. فانت هتسيبيها هتتضاعف معاك كميه العجين، تعرفها ان هي اختمرت او اللي هي يعني اختمرت كويس. هتجيبيها عشان تقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه ده شكل القطعه. طبعا انتوا مستغربين احنا بنحط على الدقيق ليه. طبعا ده اللي هيترجو، ده اللي اسمه فايش مرجوق. المرجوق هيتحط على الدقيق وهنستناه حوالي مثلا 5 دقايق او 10 دقايق يفك معاكي. بعد كده هترجيه. طبعا على بال ما يفك معاكي كويس اللي هو هنرجه. دهنت الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده سمنة بلدي. دي سمنة بلدي. تحطي في الصينية وتدهنيها الحوافي وتدهن القعر وتقطع بالشكل اللي انت شايفاه ده. والجرس الجرس طبعا هتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، مش هتبقى لا كبيرة ولا صغيرة، يعني مش هتقطعيها كبيرة زيادة عن اللزوم. وهتدهن الصينية بالشكل ده. الصينية اللي بعديها كل صينية هتقطعيها هتسيبيها تفك معاك شوية. يعني انا سايباها تفك شوية وبعد كده ايه هبططها، يعني اخليها مبططة شوية عن كده عشان خاطر تختمر معاكي. وتسيبيها كل اللي تبططيها هتسيبها تختمر معاكي برضو. كل مرحلة لازم تتخمر فيها العجينة كويس. يعني بعد العجن تسيبها تتخمر، وبعد التقطيع تسيبها تفك معاكي شوية وبعد ما تبططيها تسيبها تختمر معاكي. لان كل ما تختمر معاكي تبقى زي السفنج وهشة، وخصوصا يعني في الشتاء دي، لان في الشتاء العجينة ما ياخد معاكي شوية.
طبعا بعد ما ساحت معايا شوية اللي انا كنت مقطعاهم جبتها وغرستها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوا. آه، بيجي دواير دواير تغرزيها في السمنة بالشكل ده. طبعا السمنة جلست معايا في الصينية لان ده شتا والدنيا مرصرصة، فجلست. بعد ما تخلصيها تبطيط بالشكل ده لازم تغطيها وتحطيها في مكان دافي عشان خاطر تختمر معاك بسرعة، ما تاخدش معاك وقت. واول ما تختمر معاك كويس هتعرفيها اختمرت ازاي. في فراغات هتبقى في الصينية اللي هتشوفيها بعد ما تبططيها، فهتلقيها ملت الفراغات دي. طبعا انا بقلبها شويه في السمنه كده في الجنب ده والجنب ده عشان تتغرس في السمنه. طبعا انا هنا هوتي خلصتها. اخر اخر يعني واحده اللي هعملها او اخر اتنين اللي قاعدين في جنب الصينيه دول. بعد كده هويتي هتسيبيها تختمر معاك كويس، لازم تسيبيها. العجين طبعا بتعجنيه وتسيبيه يختمر حوالي مثلا قولي 3 ساعات كده، بس تبقوا مدفيه الدنيا يعني ومخليها في الحرارة مش ما ياخد معاك وقت. لكن في الشتاء طبعا ما ياخد وقت على بال ما يدفى ويختمر. ولازم بعد ما تجرصيها بالشكل اللي انت شفتيه ده او تقطعيها في فراغات هي في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، دي ما تتملي بعد ما تختمر هتسد الفراغات اللي انت شايفينها دي. بعد كده هنجيب الشوية اللي احنا هنرجهم وهرجهم زي بعض يعني يا جماعة. لو ما طلعتش مدورة مش هيجرى حاجة، هترجيها وتروح رشيها بالشكل دوا. بعد ما ترشيها هتطبقيها. انا طبعا بصور نفسي فمش عارفة اتحكم فيها. طبقت اول طبقة زي كده وترشي كل طبقة تطبقيها ترشي عليها كده وتطبق الطبقة التانية بالشكل ده لحد ما تعمليها مربع. هتعمليها زي الفطيرة المربعة. ده فايش مرقوق. بعد ما تربعيها يعني تبقى بالشكل دوا مربع. كل جنب هتطبقيه ترشي عليها حبة سمن وتطبقيه بالشكل اللي انت شايفاه دوا وتحطيها في الصينية اللي انت تكوني دهناها. الصينية لازم تبقى دهناها مادة دهنية يعني سمنة عشان تبقى خالها معاكي. زي ما انتوا شايفين كده انا برش التانية ترشيها بالشكل دوا. كل حتة لازم تطول معاكي شوية وتروح مطبقاها زي ما طبقت الاولى هنا. هتطبقيها بالشكل ده كده الطبقة الاولى كده وتروح رش عليها حبة سمن وتطبق الطبقة التانية عليها كده الطبقة التانية وتروحي تعمليها زي المربع طبعا. وهتحطيها مش لازم تفرديها في الصينية على الاخر لان انت لو فردتيها مش هيبقى لها قلب. لا يعني ايه تخليها مقصعة شوية او تخليها آه ملكلكة شوية على جنب كده يعني مش مفروضة قوي يعني. اول ما تبقى مش مفروضة قوي فهتربي قلب. زي ما انتوا شايفين كده انا بلمها حبة مش تلميها على الاخر ولا تسيبيها كده على الاخر. تلميها شوية قليلين كده في الجنب عشان يبقى ليها قلب اول ما تيجي تقوم. لان ده فايش مش فطير. الفطيرة طبعا عايزة تحب تعمليها بالشكل ده. الفطيرة عايزة تعمليها هتفرديها على الاخر. ده شكل الرق زي ما انتوا شايفين كده. هترجيها بالشكل ده تاخد على الزانة او النشابة. في ناس بتعمل بالنشابة وتحط حبة الدقيق وترج تاخد من النص كده وتطلع على الاخر ترج بالشكل دوا. وكل جنب هتعملي زي التاني عشان ما تبقاش يعني فيها حواف تخينة او في النص تخينة. لازم كله يبقى زي بعضيه في النص كده وتطلع بايدك للاخر كده تبقى بترج الرقاقة. ترجيها بالشكل دوا. طبعا الحاجات بتاعت الفلاحين دي طبعا بتبقى لها ريحة جميلة مع السمن البلدي. والحاجات دي كنا بنعملها زمان بكترة لكن دلوقتي الحاجة لما غليت والسمن غلي والحاجات دي بنعمل كل يعني ان عملنا كل شهر دار ماشي او كل اسبوعين دوار يبقى ده احنا عملنا. الحمد لله اللهم لك الحمد يعني ده نعمة وفضل من عند ربنا. آه زي ما انتوا شايفين كده انا ابني طلب مني قال لي يا ماما انا نفسي اكل فايش. فقلت سته وقال لي تعملي له اللي هي حماتي ربنا يخليها له ويبارك له فيها. وقالت لما تيجي عمته وتعمل معاكي اللي هي اخت جوازي هي اللي بترجهم له وانا برشهم وراها. وربنا يا رب يبارك لها في ولادها ويديها صحتها
ويخلي كل واحد يخلي ولاده، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يفرحنا باولادنا ويمتعنا باولادنا وازواجنا، اللهم امين يا رب العالمين. ويزوج كل شباب المسلمين وبنات المسلمين اجمعين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يفك على كل متضايق وعلى كل مكروب وعلى كل مهموم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ما يفك على الناس دي كلها بايه؟ بالصلاة على النبي. تصلي على النبي ربنا يفك همك ويفك ضيقتك ويفك كل حاجة. واهم حاجة الرضا والستر والصحة. اول ما ترضي، طالما الواحد قام في الصبح لقي الواحد لقي ربنا مديه صحته وعياله الحمد لله كويسين، وعنده ان هو ياكل في يوم، يعني اليوم ده عنده حاجة ياكل ويشرب، اللهم لك الحمد، يحمد ربنا ويشكر فضله. احنا هنا بعد طبعا ما اختمرت معانا الصينية وعليت، يعني هتعرفيها اختمرت ازاي. هتتضاعف كمية القرصة اللي انت كنت مقطعاها دي، لسه بتختمر شوية. وحطينا اول واحدة لان هي اللي اختمرت، الاولى اختمرت حطيناها تستوي معانا زي بعض. يا جماعة لو الفيديو طويل معانا شوية ولو انا بحكي كتير سامحوني، بس انا بحب يعني اقول لكم كل التفاصيل اللي احنا بنعملها. واهم حاجة ان احنا في الفيديو حتى لو ما كسبتش اي حاجة بنكسب ان احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اهم حاجة الرضا والصحة اللي ربنا مديها لنا الواحد يحمد عليها، اللهم لك الحمد. وزي ما انتم شايفين الجرس هنا معانا طرية وجميلة جدا. بسم الله ما شاء الله عليها، تحفة. ويعني حماتي كانت فرحانة بيها جدا الجرس دي، وجوزي وولادي وسلايفي، احنا بنعمل كلنا مع بعضينا يعني. فبسم الله ما شاء الله عليها، تحفة. وكانت طعمها جميل جدا طبعا لما بالسمنة البلدي. ونفسي لو انتوا عجبكم الفيديو ده او اي حاجة عجبتكم في الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك فضلا منكم وليس امرا. ولو اول مرة شاف الفيديو ده ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نفسي تدعموني وتشجعوني لان انا اقسم بالله بتعب في الفيديوهات دي جدا، ومعايا بنت الصغيرة على بال ما بعمل الحاجة دي يعلم ربنا. وانا لسه يعني مستجدة، ما عنديش المعدات اللي هي بتساعدني ان انا اعمل كل حاجة زي الناس اللي هي القنوات الكبيرة. بس انا عشمانة في وجه ربنا ان هو يكرمني، والحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين بعد ما طلعنا الصينية من الفرن، بعد ما طلعناهم من الفرن يعني واستووا، شايفين شكلهم جميل جدا. ودي الصينية اللي هي كانت مرقوقة، سيبناها لما تختمر كويس وبعد كده ادخلها في الفرن. طبعا كل ما تسيبها تختمر بتبقى جميلة جدا، في خصوصا في الشتاء، لكن في الحرارة بعد ما تخلص العجين بتبقى حاجة بسيطة وبعد كده بتحطيهم في الفرن. آه انا هوريها لكم في الفرن بسم الله ما شاء الله عليها جايمه ازاي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. جايمه هي وجميله جدا، ومن جوه اما تبقى مورقه وعامله زي الرقاق. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، زي الفطير بسم الله ما شاء الله عليها. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي تاني، ما تزهدوش مني يا جماعه لو انا بقول كل شويه بلح عليكم بالصلاه على النبي. لان الصلاه على النبي لو انت صليت على النبي بسم الله ما شاء الله على ربنا لما يفك كل همك وكل ضيقتك وكل ما يجعل لك من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ويرزقك من حيث لم تحتسبي. اللهم لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. احنا هنا يعني بعد ما طلعنا الصينيه التانية، ودي الصينية اللي هي كانت مرجوة كنت حطاها في الفرن طلعتها بسم الله ما شاء الله عليها، هي سخنة بس بسم الله ما شاء الله عليها مورقة. وتاني يوم ما تبقى دايبة دوب في البق، وبسم الله ما شاء الله عليها جميلة وتحفة. لو عجبكم الفيديو ده ما تبخلوش عليا باللايك، امان عليكم. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اجعلوا لسانكم على طول رطب بالذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يفك كرابكم ويفك ضيقتكم وكل يا رب يرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، اللهم امين. ده شكلها بعد ما طلعناها، ده القعر بسم الله ما شاء الله عليها متحمر يعني ووشها محمر وجميلة جدا. وبألف هنا وشفا. اتفضلوا معانا يا جماعة. ده لأولادي فرحانين طبعا لما انا قاعدة اصور، ويوسف بيقول لكم باي باي.